اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ازيكم يا احسن متابعين في الدنيا؟ جيت اكتشفت كده ان احنا ما عندناش عيش. تخيلوا والله لقيت البيت كله ما فيهوش عيش. جبت حته خميره وحبه سكر وحبه ملح ورحت نازله عليهم كده، قلت بقى مش بدها. تخيلوا بقى جوزي عمل ايه. تعالوا شوفوا كده وخليكم معايا لاخر الفيديو، شوفوا جوزي عمل ايه. دلوقتي مسكت كده حته خميره وربيتها في قلب الميه كده، وحطيت الملح وحطيت السكر، ومعايا كيلو من الدقيق، وهنسيب بس الخميره ديت 10 دقايق كده، يعني نختبر هنشوفها شغاله ولا مش شغاله. انا حطيت خميره بيره ودوت دقيق، اللي هو ايه، دي الغله او الدقيق البلدي بتاعنا ابو رده. ماشي، يعني الدقيق دوت اللي داخله رده، اللي هو الدقيق البلدي العادي بتاعنا، بس دوت طبعا غله بنحطها كده، يعني بنوديها المطحن بتطحن وايه، وبيطلع منها الدقيق دوت الدقيق دوت في غله. ماشي. فاروح الدقيق دوت في رده، اللي هو ايه الدقيق البلدي بتاعنا العادي بتاع الفرن دوت. رحت حاطه عليه كوبايه ميه كده وبعجنه زي ما انتم شايفين كده، بقى نازلين عليه ايه بقى عجن كده بالطريقه الجميله دي. هو صراحه الكيلو خد مني كوبايتين ونص ميه. ماشي، كوبايتين ونص بالظبط ميه. ورحت نازله عليهم يا جماعه بقى ايه، تدنك كده تعجني لغايه ما العجين يعني يكون بسم الله ما شاء الله، يعني يتربى له عرق كده. يعني العجين لما يستوي في ايدك، مش يستوي على النار، لا يستوي في ايدك وانت بتعجني فيه كده. انا جبت كوبايه حبه ميه في طبق، وبدلني اسقسق له كده كل ما هو محتاج ميه معايا، بدلني احط له ايه ميه زي ما انتم شايفين كده. وعجنته كده لغايه ما ظهر له عرق معايا، ما سبتوش الا ما ظهر له ايه عرق معايا. بركنه كده دقيقه واروح اعجن فيه، اسيبه دقيقه واروح عجنه فيه بالطريقه اللي انتوا شايفينها ديت، بالشكل دوت اهو. شايفين كده، ادانك تعجني وتشيلي وتحطي فيه كده اهوت لغايه ما ايه ما يتربي له عرق معاكي اهو، زي ما انت بتشدي كده وتلاقيه بيتشد معاكي بالطريقه الجميله ديت. هو هيدنه يلزق لغايه ما تخلصي العجين بتاعه اهو بالشكل دوت. شايفين، بدني اعمل فيه كده بقى بقوتك بقى. وطبعا لو في عجان، لو عندك عجان هيغنيك عن ده كله، وهتحطيه في العجان وايه وهيشتغل وهيلم معاكي نفسه كده. بتحطي المكونات بتاعته، بتروحي نازله بالدقيق وتندنك تحطي في الميه واحده واحده كده لغايه ما خلاص يستكفى الميه بتاعته. لكن صراحه انا بحب اعمله بايدي عشان يعني اعمل الملمس بتاع العجين كده وايه، واشوف الملمس بتاع العجين وانا بعجنها كده. ماشي بالشكل الجميل دوت. خلصتها كده خلاص، هي كده لمت نفسها كده معايا. تعالوا نشوف دلوقتي. غطيتها كده وهنسيبها طبعا حسب الجو بتاعك. احنا طبعا في الشتاء فسبتها ايه يعني ساعة الا ربع كده. ايوه كده هي خمرت. طبعا احنا مش هنهبط منها العجين ولا الخمير ولا حاجة، لا هنقرصها على طول كده. جبت صينية عليها دي برضو، لو الدي بتاعك مش عليه رده هتفرشي رده في قلب في ايه في الصينيه. لكن انا جبت صينيه كده وحطيت عليها دقيق كده اهوت، ورحت ايه منسماها كده. دي اسمها بنسمها، نسمنا الصينيه كده بالدقيق، ورحت جايه مقرصه عليها بقى ايه، نروح مقرصين عليها العيش كده اهوت. بنروح مقرصين رغيف رغيف كده زي ما انتوا ايه، زي ما انتوا شايفين كده. طبعا على حسب بقى حجم الرغيف اللي انت عايزاه، عايزاه كبير عايزاه صغير، على حسب حجم الرغيف اللي انت عايزاه. بنقفل السره بتاعته كده وبنروح حاطينه بالطريقه الجميله ديت، ونروح جايين مقرصين بقى ايه الكميه بتاعتنا كلها بالشكل الجميل دوت. صراحه كانت مطلعه معايا حبه عيش. بس تعالوا شوفوا بقى جوزي عمل ايه في الاخر معانا. فصراحه يا جماعه يعني الخير في البيت وريحه الخبيث في البيت ديت كانت حاجه رائعه خالص وحاجه جميله خالص. وكنا فرحانين، مش قادره اقول لكم قد ايه كنا فرحانين. هو اي نعم مش كان كتير، كان يا دوبك كيلو، بس صراحه ريحه الخمير في البيت، ريحه العجين في البيت مش قادره اقول لك، كانت حاجه بسم الله ما شاء الله. خير بجد والله العظيم خير وكانت هنا وسعاده كده وحاجه جميله خالص. طبعا قرصنا كله كده اهوت، فانه لازم صورة الرغيف تتقفل معاكي بالطريقة الجميلة دي، على اساس انتي تروحي جاية الرغيف يقب معاكي. ماشي. لازم تروحي قافلة السرة زي ما انتوا شايفين كده، بتروحي عاملاه سرة وتدنك تقفلي فيها عشان الرغيف يقب معاكي كويس. ماشي. تعالوا كده خلصناها كده. تعالوا بقى نشوف دلوقتي واحنا عايزين ننسم، عايزين بقى نرحل الرغيف.
نرحله يعني ايه؟ يعني نفرده. نحطه كده، بنحط حبة دقيق كده اهوت، وتعالوا نشوف بنبطط الرغيف كده. ديت اسمها بترحلي الرغيف كده بالشكل الجميل دوت اهو. بس اهم حاجة مش تكتري الدقيق عليه عشان ما يخليش شكل الرغيف وحش. جبت انا النشابة كده ورحت ايه فرداه كده بالشكل ده. تعالوا بقى طلعنا على الفرن دلوقتي بقى محضرين القفص بقى. شوفوا جوزي بقى، جوزي قام بالمهمة دي، قال لي لا اوعي انت بقى وانا هخبز العيش دوت. تعالى. طبعا خد مني العجين، بقيت اناوله العجين وهو ايه يحطه في قلب الفرن جوه، شايفين اهو. وراح ايه هو بقى قايم بالمهمة ديت على اكمل وجه. بسم الله ما شاء الله، كان العيش شكله تحفة تحفة تحفة. شايفين ابني كمان بيساعده، شايفين شكل العيش. العيش شكله كان خطير خطير. لو وصلتوا لغاية هنا مش تنسوا احلى لايك تعملوهولي، وتقولوا لي ايه رأيكم في اليوم الجميل المختلف دوت. اخيرا طلعنا من المطبخ، بس مش طلعنا من المطبخ قوي، وهدينا اهوت بسم الله ما شاء الله عمالين يعملوا العيش. كان شكله وطعمه، وكان يوم كده مفرح. كنا مبسوطين قوي بريحه الخبيز. شايفين بقول لابني وري لهم العيش، شايفين العيش كان قابب وكان جميل ازاي. حاجه كده تحفه خالص والله. وكان شكله طعمه وكان خطير. كل اللي دق منه شكر فيه، ودنه لغايه تاني يوم وهو طري وجميل كده بالشكل الجميل دوت. كان طعمه مش قادره اقول لكم طعمه كان عامل ازاي. يا رب يبقى الفيديو بتاعنا عجبكم بجد. يعني كان فيديو جميل. محتاجه منكم لايك، ومحتاجه كومنت تقولوا لي انتوا بتتابعوني منين، وعايزه كده يعني مشاهده عاليه كده، عشان انتوا برضو مش مشجعيني اليومين دول كده. واحسن حاجه شايفين الرغيف بتاعنا عامل ازاي، بسم الله ما شاء الله. شكله جميل، شايفين ملمسه عامل ازاي، وحاجه جميله خالص. شايفين الرغيف كله قابب، وشايفين السندوتش بعمل السندوتش بيه شكله جميل خالص. ايه رايكم؟ ايه رايكم بالله عليكم؟ ايه رايكم في العيش بتاعنا كده وشكله تحفه تحفه. يا رب يبقى الفيديو عجبكم. مش تنسوا لايك وسبسكرايب عشان